بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده الخميس 18 يناير، احنا برضو في الديار. بصوا يا جماعه، اللي انتوا شايفينه ده الاصفرار ده، خلاص اللي على الفضيه دي اهي. الاصفرار ده احنا لسه دلوقتي سألنا هو الاصفرار ده ايه سببه هندسه؟ هل ده ذبول؟ لا، ده مش ذبول يا جماعه، ده مش ذبول. الاصفرار اللي بيبقى في النموات الحديثه يعني في الاطراف ده بيبقى ناقص حديد. هتقول لي طيب انا بدي حديد، يعني انا بدي حديد في الارض او في القصريه، واشمعنى الحديد بيظهر على النموات الحديثة؟ الحديد اللي احنا بنحطه على الارض ده حديد في صورة سلفات حديدوز. سلفات الحديدوز احيانا النبات ما بيعرفش يمتصها، للاسف احيانا النبات ما بيعرفش يمتص سلفات الحديدوز، خاصة لما يكون تربة انا زارع في ارض قلوية. البتموس سوري الكمبوست اللي انا بزرع فيه ده قلوي. الارض اللي انا بزرع فيها الارض الطبيعية دي برضو البي اتش بتاعها قلوي. في حالة القلوية الحديد أحيانا بيتأكسد فالنبات ما يعرفش يمتصه، فتظهر أعراض نقص الحديث على النموات الحديثة. طب ليه بتظهر أعراض نقص الحديد على النموات الحديثة؟ الحديد عنصر بطيء الحركة داخل خلايا النبات. داخل خلايا النبات كده خلاص في عناصر سريعة الحركة وعناصر بطيئة الحركة. عنصر سريع الحركة زي الأزوت كده اللي هو النيتروجين، سلفات النشادر، نترات النشادر، اليوريا، عناصر سريع الحركة. جميل. زي البوتاسيوم عنصر سريع الحركة، وفي عناصر بطيئة الحركة يعني بتتحرك ببطء شديد جدا، منها عنصر الحديد. زي الكالسيوم برضو عنصر بطيء الحركة. فبتظهر أعراض نقص الحديد على النموات الحديثة. تظهر أعراض نقص الحديد على النموات الحديثة. فدايما نلاقي الورق الحديث مصفر، فده ناقص حديد. إلى جانب طبعا بيبقى معاه بعض العوامل الأخرى، ممكن يبقى فيه نقص نيتروجين، نقص بوتاسيوم وهكذا، ولكن الاصفرار الأساسي والغالب بيبقى في النموات الحديثة هو ناقص الإيه؟ هو ناقص الإيه؟ كالسيوم. لا، ناقص الحديد. بقول لك الكالسيوم ناقص الحديد. ده أبو يوسف من الجماعة الفنيين الشطار على فكرة، من أمهر وأكتر شخص محترم في الكون، صح؟ أهو خليكم عارفين أهو، عشان لما يقولكوا تبقوا عارفين أهو. تمام. يبقى ناقص الحديد بيظهر على الايه؟ على النموات الحديثه.